بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. مقصد القصيدة الدعاء والشكر الجالبة إن شاء الله تعالى للصيد والنظر، وهي مقولة في مسكن خائلها طوبى حرس الله تعالى من كل مكروه ومخوف بجاه من هاجر الخائل إليها لإحياء سنته صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر الساكن البلد ومن والد وما ولد. حقدت الأسد والأسود والحية والعقرب والصارخ والطارق والعاقد والنافذ والعائن والصاهر والإنس والجان عنا وعن جميع المسلمين بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إن كل نفس لما عليها حافظ. وسورة القدر مع التكرير سلام هي حتى مطلع الفجر. وسورة قريش مع التكرير وآمنوا من خوف. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نظيرا. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم صلاتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق ادعوني أستجب لكم. وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفروني. فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه القصيدة وأقول راجيا منك الرضا والقبول. الحمد لله الكريم سلمنا
على اشتغالي بفروض وسنن. الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغالي بفروض وسنن. شكرته لأنه قد صاخني لوطن به نفى ما عاقني، وخادني إليه بالتحلي من بعد ما هذب بالتخلي، وجرني فيه إلى العلوم والفوز بالعمل بالمعلوم. ثم الصلاة بسلام طبيعا على الذي قصدي أن أتبعه، على الذي من بمراده اقتدى في السر والجهر يكون مقتدى. هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه فصان دينا، وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى شفيعي، وآله وصحبه النجوم القاهر النفوس والرجيم. هذا وإني اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب، وإنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا أريم. منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي للتعين، فقمت مجسوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك، مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك، ثم إليك لا إله سواك. قد سرت لما لم أجد شرعك، فجدت لي اليوم بخير منني، وخدتني إلى اختفاء سنني من بعد ما كاد امتداه الناس يدخلني في شرك الخناس، وكدت للأمداه والإطراء أزهد في التاليف والإقراء، وفي التعلم وفي التعليم، وفي اشتغالي بهدى المعلوم. فقلت سا شكر وذا توسل بالمستوى الشفيع عين الرسل، وببنيه وبناتي ما ليسعوا فيها سريعا نجما. يا بر يا غفور يا حليم إني غمر تائب مليم. يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أكول. يا مالكي يا خالق الأنام أمد هوايا خللا منامي. يا خالقي يا كامل الصفات لك اشتكيت كثرة الآفات، وأنت ذو الجلال
والإكرام فنجني وأولني مرامي منك أروم اليوم أن أكون ممن أبوا لغيرك الركونا وأن أطيعك بنهج المصطفى سنته البيضاء يا من الصوى يا غافر الذنوب يا خريب إني عبيد ها هنا غريب لهب ذاك ولإخواني جميع سعادة الدارين حقا يا سميع هب لي فيها الدعاء الإجابة بالمستوى والآل والصحابة هب لي خير الخصم في المقاسم ولسوي الدين بجاه القاسم وليكشف الليل الهوال بهيما بحرمة المحبوب إبراهيم وليسق خير حلال طيب وخير جيران بحق الطيب وصفني في باطن وظاهر وارحم بي الخلق بحق الطاهر ورقني ترخية خفية ببنته رقية صفية وقي أذاي أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلامة بأم كلثوم إلى الخيامة وليجد ربي بحسن القاتمة هنا وفي غد بجاه فاطمة صل على أبيهم والآل وصحبه ولستجب سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اضطرار وغرر ونجني ربي وأهل الدار هنا وفي غد من الأكدار ونجني والمسلمين من بلاء والتقي جسماني في خبر البلاد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا هب لي بجاه من هو المختار دنيا وأخرى خير ما أختار واجعل حجابا بيننا وبين كل أذى ولتكفي عنا الحين يا الله يا نظير يا جليل إني حقير معدم ذليل فلتهنني بك وهب لي الأراب بمن على جملة عجم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نيل الصلاح وصليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي وليهب خير منن وأملي يا من علا عن المكان والعرض إني ساكن هنا وفي مرض فكن أنيسي واشفني من السقم حتى أكون سالما خير لقم يا عدل يا مسل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمنا يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال
يا من على عن زوجة وعن ولد حطني وحط جميع أهل ذا البلد واجعل إلهي مسكني طوبى أبد مثل اسمها بجاه خير من عبد واجعل إلهي مسكني طوبى أبد مثل اسمها بجاه خير من عبد وصليا عليه أفضل الصلاة وآله وسبه سوي صلاة وكل من خدمني أو زارا فنجه واغفر له أوزارا وكل من أحبني أو مالا إلي فارسق هدى أو مالا وكل من شتمني أو لاما فهب له التوبة واستسلاما فكل من أساء ظنه بيا فليخلف قلبه يا ربي ولتكفني أسى جميع العالمين ولتكفهم أسايا يا ربي أمين واجعل بنائي بناء عافية يجرني إلى خير صافية واجعل بنائي بناء علمي وعمل بسنة وحلم واجعل بنائي بناء الاهتداء ولتكف عني كيد كل اعتداء ولتكفني الدهر أذى شيطاني وحزبه الباخين في الأوطان ولتكف عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرفه سريعا إذ يرد ولتصرفا جملة ما يفسد عن يدي وعن داري سريعا حيث عن ولتدخل المصلح في يدي وفي داري وثبتنه بالهادي الوفي وأعل من يعينني ولتكفني جملة ما يهينني ومسكني سلم من الفجار وامن على الأهل بماء جاري ومسكني سلم من الفجار وامن على الأهل بماء جاري واجعله ربي مننا معجلا جالبة لمنن مؤجلا يا حي يا خيوم كن لي مجيب أنت المجيب والكريم والغريب إليك وحدك فررت من سواك فكن بساك خائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكسرا خيرات هذا البلد ورزقه وتكفه عن نكد ولتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمسة دأبا يا حكيم ولتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمسة دأبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن ونجنا من شر هذا الزمن وشر خيره وكل فتن والتقنا شر النظارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جهود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيضان وشر ما في الأرض طرا والسماء من ظاهر وباطن اكتتما أيا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل
وكلنا كل نجاة وفلاح ووفقنا لصواب وصلاح ولتخرنا بفعل ما أحببت ولتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا منا أحد دهرا بما ليس يطيق يا صمد وهب لنا التيسير والفلاح في كلتا الدارين والنجاح بجاه اليوم وجاه من ولد فيه فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا استباه عليه صل أبدا خير الصلاة بها نرافق الخيار والثقات وهب لنا أغثى الذي آتانا وترك ما عن فعله نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة والسكنات ونجنا بجاهه من دعواه ولتكفي عنا كذبا ولهوا ولتكفنا الهوى وما لا يعني وبك دبا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاس مهولة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تؤاخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكسر اللعب فإننا وإن تجرأنا فلا نرجو سواك كن لنا تفضلا ولا تؤاخذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالغفول وكن معيسنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء واجذب قلوبنا مع الجوارح للبر والتقوى بجاه الناصح وصليا أزكى صلاة دافعة عنا وباء من جراد مانع عليه والآل بأفضل السلام وصحبه ومسكني حريا سلام وزك نفسي وزدني علما يكشف في الدارين عني هما وطهرا قلبي وزدني حياة وأحيني في طاعة يا ربي واجعل يميني كصحاب في سخاء ميمونة في شدة وفي الرغاء يا الله يا وهاب يا أعلى الرفيق بيسلكن اليوم أنفع الطريق بحرمة المشفع المغرب والآل والسهب وشهر الرجب جد لي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق وليهب سعادة الدارين بحق عثمان أخي النورين ثم بحرمة إمامنا علي هب لي في الدارين سيتا يعتلي
يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نظمنا بحرمة الحسن والحسين مع حرمة كل من إلى سحب جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا رب وما يسوره من ملك فوق السماء وجاه كل ذي هدى من صالح ومرشد أو عابد أو ناصح وجاه كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب ولتكفني جملة ما أعوذ منه سريعا بك يا معيذ فلتجمعا بيني هنا وبين ما يسوقني إليك أيس علما وكل ما عنك يعوق يا بديع فلتفرخا بيني وبينه صريع أنا الذي أسلمت وجهي هنا إليك عازما على أن أحسن أنا الذي أسلمت وجهي هنا إليك عازما على أن أحسن أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك ها هنا ثم غدا لملا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أغيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أناسع يا ربي أنت ذو المهال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أخاطع أنت الذي تولي محبك هداك وأنت حسبي فلا أبقي سواك فهم حماية ليكن حسنا حصين عن كل سيناب وصفر كل حين ولتكفنا يا ذا البقاء والخدم أذى الذي مشى إلي بالخدم وشر من يركب ذا صلاحي وشر ما يطير ذا جناحي وشر من يجلس بالكلام وشر ذي ضجع وذي خيام وشر من ينفس في الحقود وشر صاحر وسي جهود بك عقدت يا إله الأسد وحية وعقربا وأسودا وعاقدا ونافذا وصارخا وعينا وساهرا وطارخا والإنس والجن معا عني وعن
جميع من قد أسلموا فيما علن بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا ونجني من شر ساكن البلد وشر كل والد وما ولد ولتكفنا الشر فمي وعيني وكل من خسدني بالعين ونجني من ظلم كل ظالم وشر كل جاهل وعالم وكل صامت وكل ناطق وكل مارخ وكل طارخ وكل أرذل وكل فاضل وكل خاهر وكل سائل وكل طائر وكل ماشي وكل خامل وكل فاشي وكل حاسد وكل شاني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع شيطان مريد وشر ذي الخرب وشر النائي والحر والبرد وشر الماء وسويدني وأيدني أباد وطهر القلب وصحح الجسد وهب لي القيام في الليالي والصوم في النهار بالأكمال وخليني من الرسائل وكن مجملي بالفضائل وسك لبي وافتحا ربي لي فتحا مبينا لا يرى لمثلي وسك لبي وافتحا ربي لي فتحا مبينا لا يرى لمثلي وليهب حذاقة ونورا وفي الصراط يسر المرور وهب لي الذكر بشكر كل حين وعدني من جملة المقربين ولا تزل يا مالك الضليل وهزبني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما حتى أسير راسخا خضما وكن معيني على شيطاني والنفس والخلق مدى الأزمان ولي في دارين كن معاذا وفيهما لا تزل ملاذا وصفيني خالبا وخلبا وليهب ترخية وحبا وكن ولي في الحياة واللدى موتي وفي الخبر وفي الحسر قضاء ولا تزل لي حفيس حميا وحافظا وعاجبا وراضيا وجاذبا ومرشدا معلما وخايدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناظرا ومتحفا بكل ما ينفعني وبالطفا وبسلكا مسالك الخلاص ولتكفني عن جملة المعاصي وبسلكا ربي طريق الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وأولني سعادة لست أرى شقاوة من بعدها أو ضررا ولتثبتا حبك في فؤادي وحب خير الخلق في التمادي وحب آله وصحبه جميع ثم حب كل مسلم مطيع يا ربنا يا صنعتا يا أجبي
بالتوسل بالمصطفى المنتخب ثم عليه صليا خير الصلاة تقودني إلى ملاقاة الهداة ولتغرني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وأخرني بطاعة ولتكفني عن المعاصي وجميع الفتن ولتخرج الأغيار من فؤادي ولتدخل الأنوار فيه هادي وكن معيني على ما يصلح ولتكفني جملة ما يخبح ولترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وهب لي اليقين والعرفان والسوخ والغفران والرضوان والاستقامة على العبادة والكسف والعيان والسعادة وأصلحا أمة خير مرسلين وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجهم والطف بهم واغفر لهم وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجهم والطف بهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أعصم العباد عندك حظا ونصيبا في التماد واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرض والمندوب سرا وعلا واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرض والمندوب سرا وعلا واجعل مماتي راحة لي من نذب ومن جوان ومن غرام ووذب وعمل اجعل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكن اجعل مسكنا مباركا وصيرني سالكا وناسكا أدعوك أن تجعله دار التقى والعلم والدين ودار الارتخاء أدعوك أن تجعله دار التقى والعلم والدين ودار الارتخاء وجنة لسالك مريد وجنة عن هاتك مريد ومنفعا لكل هاد مسلم ومدفعا عن كل عاد مجرم وحجة لمن بضعف ارتضى وحجة على مخالف غدا ومطلبا لطاعة الرحيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل الطباع ومتركا لسبل ابتداع ومسكنا لجلب كل غير ومسكنا لدفع كل ضير وسببا لفتح خير الغيب وسببا للدفع ضير العيب وأرضه اجعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأكدار بالمصطفى ادفع كل سوء عن داري واغفر لمن بنوا بناءها الرفيع واغفر لمن أمرهم به جميع ولجميع من أعانهم على بنائها الذي بفضلك اعتلى واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لها لخير ركنا ولتجعلنها
سات الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقها اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على التوالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفعة الصيت بقلب يخشع وليهب فيه دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبع وزوجة صالحة تعين على التقى والبر يا معين وأسبلا كنفس سترك باد علي مع جملة أهلي يا صمد واضرب سرادخات حفظك على دار وما فيها جميعا مسجلا ولتدخل الجميع في مكنون غيبك واهجمنا عن الفتون وعن سرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وعمرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهور ومسكن اجعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان ودار إخلاص وصدق ووراء ودار سنة ومنجا من بدع واجعله دابا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم واجعله دابا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التسويب والتفهيم واجعله مسكن خروج من ظلم للنور واكف عنه كل من ظلم واجعله دأبا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع واجعله يا ربي أحب مسكني في أرضنا لك وللماحزن والتحمي داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها عنها وطيب شربها واكلها واجعل حريمنا حريما آمنا وكن بحفظه كفيلا ضامنا واجلب لها الخير من الجهات الست واكفها عن الآفات حدني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكل ما أعول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق الخلق معا بالخهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما عن اصرف الرزايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حزنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وصليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك وليهب حسن الختام عندك ولتترك الصلاة للصحابة عن آله
وهب لي الإجابة ولتصرف الصلاة للصحابة عن آله وهب لي الإجابة ولتصرف الصلاة للصحابة عن آله وهب لي الإجابة ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وأعصني من كل ما استعذت بك منه فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب أوسعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب نجني من القوم الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أغثيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والاه ونلاسم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه ونحوز بها حسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم bokki seen xarit Cheikh Abdoul Khader Bousso moo doon biral xasida ak maam Cheikh Ahmadul Khadim Mbacké googu di Matlabul Fawzayni làkkub Touba tey jii yawmul jumaa yamook juróom-ñe fan ci weeru décembre atum 2023 di ñaan képp ku ko teewlu rek yàlla na sunu borom defal la saadatu daarayni yàlla na yàlla gën a saxal ñaan yi nga xam ne maam Cheikh Ahmadul Khadim Mbacké ñaan na ko ci téere bi ci dëkkam bu sell bi te fayal ñu maam Cheikh Ahmadul Khadim alhamdulillahi rabbil alamin